مساء الفل. نبذه سريعه كده عن البيتكوين وتقنيه البلوك تشين. في سنه 2009 وتحديدا بعد الازمه الماليه العالميه ظهر شخص اسمه ساتوشي ناكاموتو على الانترنت وقدم ورقه بحثيه عنوانها بيتكوين النظام المالي الجديد، وتحت كلمه بيتكوين كان مكتوب ابير تو بير الكترونيك سيستم. والفكره باختصار كانت تقديم نظام مالي الكتروني بعيدا عن اوساط البنوك بشكلها المالي المعتاد، والنظام ده كان اسمه البلوك تشين، وهو يعتبر السجل الالكتروني اللي هيتم تسجيل اي معاملات ماليه للبيتكوين عليه في المستقبل عن طريق مجموعه من الاشخاص بيمتلكوا اجهزه كمبيوتر متطوره جدا. الاشخاص دول بيحلوا محل البنوك التقليديه عن طريق ان هم يشاركوا في تعدين او انتاج البيتكوين، وكمان يقوموا بمعالجه اي معامله ماليه بتتم ما بين اي طرفين بيمتلكوا بيتكوين وحابين ان هم ينقلوه ما بينهم وما بين بعض. في الاول اقتنع بالموضوع ده شويه اشخاص مهووسين كانوا مقتنعين ان تقنيه البلوك تشين دي هتكون ثوريه بجد، وان مستقبل العالم هيكون في العملات الرقميه او المشفره، وده سمح للبيتكوين ان هو يظهر للعالم بشكل بسيط وبثمن زهيد جدا. وفعلا تمت اول صفقه بيتكوين في التاريخ في سنه 2010 لما قرر شخص اسمه لازلو هانيتش ان هو يشتري اول 10000 بيتكوين مقابل $50 امريكي، يعني سعر قطعه البيتكوين وقتها كان نص سنت بس. عمنا لازلو بعد ما اشترى البيتكوين لقى ان هو ملوش اي فايده ومحدش بيتعامل بيه اصلا، وعشان خاطر يحاول يعوض ال $50 قرر ان هو ينزل رساله على الانترنت مفادها انه مستعد يدفع ال 10000 بيتكوين اللي معاه مقابل اي حد يعرض عليه بيتزا، وبالفعل في شخص وافق ان هو يديله قطعه بيتزا مقابل ال 10000 بيتكوين دول. والله زي ما بقول لك كده. واحب اقول لك ان قطعه البيتزا دي بتساوي دلوقتي $310 مليون، لان سعر البيتكوين الواحد في الوقت الحالي بيساوي حوالي $31000 امريكي. وعمنا لازلو اكيد بيضرب نفسه 100 جزمه ان هو ما احتفظش بالبيتكوين وكمل المخاطره بتاعته للاخر. خلي قطعه البيتزا تنفعه. وعشان تفهم اكتر ليه البيتكوين بعدها اكتسب شعبيه رهيبه وسعره اتحرك من نص سنت في سنه 2010 لحوالي اكتر من $300 في سنه 2015، لا وكمان بعدها سعره ارتفع لاكتر من $17000 في سنه 2017. وخد الكبيره بقى، البيتكوين سعره ما وقفش عند $17000 بل كمان وصل ل $69000 في سنه 2021، وده لان تقنيه البلوك تشين مثلت تقنيه ثوريه وشفافه جدا، لان ببساطه عدد البيتكوين في العالم محدود جدا وبيوصل لحوالي 21 مليون قطعه بس، وما ينفعش لاي حد حتى مؤسس العمله نفسها ان هو يغير العدد ده. وكمان اي معامله تمت على البلوك تشين من اول ما البيتكوين اتوجد لحد دلوقتي متسجله على سجل البلوك تشين، ويقدر اي حد في الدنيا يقدر يخش يشوفها ويعرف تمت ما بين مين ومين. ودي الحقيقه هي عظمه الفكره، ان النظام المالي للعملات المشفره ضد فكره التضخم بشكل قوي جدا. ودي كانت نبذه مختصره جدا عن تقنيه البلوك تشين اللي سمح بظهور اكتر من 25000 عمله رقميه بعد ظهور البيتكوين. عشان نتكلم عن تقنيه البلوك تشين فدي تقنيه قويه ومتشعبه جدا ومستخدم في مجالات كتيره جدا دلوقتي، ودي باذن الله محتاجه فيديو لوحدها. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.